مسجد بوترا أو المسجد الوردي من أجمل المساجد الحديثة اللي ممكن تشوفها. المسجد ده موجود في مدينة بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا، ويعتبر من أهم معالمها. أول حاجة هتلفت نظرك للمسجد هي القبة الكبيرة الوردية اللي بتميز شكله، ودي معمولة من الجرانيت الوردي الفاتح اللي بيديها لون مميز وجميل. والقبة دي متزينة بنقوش وزخارف إسلامية دقيقة، وبتدي للمسجد رونق خاص. والمأذنة الطويلة للمسجد بترتفع حوالي 116 متر، وتعتبر المأذنة دي من أطول المآذن الموجودة في المنطقة، وتصميمها مستوحى من الطراز الإسلامي التقليدي لكن بشكل عصري شوية. المسجد مبني على بحيرة صناعية، وده بيضيف لجماله منظر طبيعي خلاب، وخصوصا لما الشمس بتغرب وتعكس ألوانها على المية. المدخل الرئيسي للمسجد بيودي لفناء واسع، وفي نافورة مركزية وجناين جميلة حواليه. أما من جوه، قاعة الصالة الرئيسية واسعة جدا وبتسيع آلاف من المصلين، والأرضيات متغطية بسجاد فاخر، والحيطان متزينة بزخارف هندسية وآيات قرآنية محفورة بدقة. والسقف برضه مش عادي، مزخرف بخشب منقوش وألوان زاهية. كمان النوافذ الإزاز الملونة بتدي جو راقي وبتدخل الضوء الطبيعي بشكل جميل جوه المسجد. كمان في مكتبة إسلامية ومرافق تعليمية بتوفر معلومات عن الإسلام والثقافة الماليزية.